ودلوقتي معانا حاجة زي ما انتم شايفين كده غريبة. حاجة يعني لو بتتحرك لفوق ولتحت ويمين وشمال وقصص وحوارات كتيرة فيها. طيب ايه اللي قدامنا ده؟ او ايه ده اصلا؟ ده الروبوت ارم. يعني ايه روبوت ارم؟ يعني دراع روبوت. يعني زي ما انتم شايفين كده عمال يتحرك، ينزل يجيب الحاجات، يطلع لفوق وكذلك. يعني اقدر انزل مثلا عشان اخليه يجيب حاجة معينة من تحت، وبيلف بصوا بيدور كل الجهات برضو زي ما انتم شايفين. اقدر بقى اتحكم في الزوايا بتاعته بتاعة كل قطعة، من حيث بقى ان هو ينزل، يطلع، يمسك الحاجة، يسيب الحاجة، كل التفاصيل دي. يعني زي ما انتم شايفين مسكنا بيه الحاجة دي، لو جينا رفعنا بصوا قدر يرفعها. هاجي بقى الف اهو زي ما انتم شايفين. طب اقدر الف الناحية التانية، اقدر الف الناحية التانية اهو زي ما انتم شايفين. طيب اقدر اخليه يطلع لفوق، يقدر يرفع الحاجه لفوق يحطها على رف او حاجه زي كده. اقدر اخليه ينزل، طبعا اقدر اخليه ينزل، او اقدر اخليه يطلع زي ما انتم شايفين. اقدر اخليه يرمي الحاجه مش ينزلها لتحت، اقدر بالشكل ده شايفين. اقدر بقى الف الراس بتاعته دي لفوق ولتحت، اخليها تدور، اخليه يعلى الجزء ده، اخليه يعلى الجزء ده كمان، اخليه يحود بالشكل ده كده. يعني لو رحنا نجيب القطعة التانية وجينا ننزل بالشكل ده، وننزل هنا كمان. شايفين انا كده قربت، ممكن اطلع سنة بسيطة بالشكل ده واقفل عليها. هو كده يعتبر مسكها، هو كان محتاج يرجع سنة، هو كان مش ماسكها قوي. ايوه زي ما قلنا لازم يمسكها صح. وطبعا بتفرق قوته من واحد لواحد. يعني احنا كده يعتبر مسكناه اهو. اقدر اطلع كده، واقدر لا انا كده نزلت تحت، اقدر اطلع كده، واقدر اتحرك بالراحة او بسرعة، واروح اوديها جنب اختها بالشكل ده. انزل، ممكن انزل لتحت واسيبها وهي تحت بالشكل ده، واقدر بقى اوديه بيغطي المساحة دي كلها. طيب ايه فوائده او ايه مميزات ان انت يبقى عندك حاجة زي كده؟ او دي بتستخدم في ايه في العموم؟ دي بتبقى على خط انتاج في المصانع وكده، بتتعمل مخصوص. مثلا خط الانتاج او السير بيوقف الحاجة هنا، هو بياخدها يوديها مكان تاني، او بياخدها يصنعها، وكذلك بيتعمل بيها حاجات كتير. طيب اقدر اسيب عليها، تقدر تسيب الحركة اللي احنا عملناها، بحيث ان كل شوية المنتج يجي هنا ويتسحب يروح هنا، يجي هنا ويتسحب يروح هنا. وانا برضو مصور فيديو عن الكلام ده. فزي ما انتم شايفين اقدر اتحرك في الجزء ده، اتحرك في الجزء ده، اتحرك في الجزء ده اللي بيقفل ويفتح، اتحرك في الجزء ده، اتحرك في الجزء ده، اتحرك في الجزء ده. طيب هل اجباري ان هي تبقى بالكمبيوتر؟ لا مش شرط، تقدر تتحكم فيها بالكمبيوتر، بالموبايل، باي حاجه حسب انت عاملها ازاي. تقدر تنزل وتطلع كده، تقدر تعمل حاجات كتيره اهو، تمسك اي حاجه. ده كان يعني فيديو بسيط كده للروبوت ارم زي ما انتم شايفين. حاجه كده بسيطه خالص، ليها حركات كتيره وبشنات كتيره وافكار وحاجات كتيره ان انت ممكن تعملها بيها. هو ده شكله زي ما انتم شايفين الروبوت ارم. طبعا جواه حركات كتيره قوي، ويعني اشكال كتيره. يعني تقدر تلف دي كده، تخليها كده، تقفل وتفتح. والخلاصة يعني ده الروبوت ارم كأنه دراع روبوت، بس ده ما بيستخدمش ان انت كشكل دراع روبوت وكده، بيستخدم خط الانتاجين الحاجة من مكان للتاني، يعني بدل العمال وكده. طيب لو عايزين فيديو برضو تشوفوا ازاي عملنا الروبوت ارم ده من الصفر، وتشتريه منين وسعره كام، اكتبولي في الكومنتات. لو لقيت فيه اقبال على الموضوع ده ممكن نعمل فيديو عنه. ولو عايزين فيديو عن حاجة تاني برضو اكتبولي. وما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك للفيديو، ولو أول مرة تشوفني تشترك في القناة وتفعل الجرس. اكتب لي بقى كومنت انت عايز ايه الفيديو الجاي. سلام.